بسم الله الرحمن الرحيم. مساء سعيد السيد العميد المحترم، السيد رئيس المجلس الاقليمي، السيد رئيس الغرفه الجهويه للصناعه التقليديه ورئيس جمعيه الميزان، الاخت والاخ نائبي رئيس الجهه، السيدين المديرين المركزيين اللي معنا في وزاره قطاع الصناعه التقليديه، زملائي زميلاتي المنتخبين، الساده رؤساء المصالح المدنيه والعسكريه، الحرفيين، افترض ان كاين حرفيين في الطب بالخصوص، كاين البعض منهم في القاعه، ايها الحضور الكريم. مدينه تيزنيت ما يمكن لها، المدينه كلها الساكنه ديالها ما يمكن لها إلا أنها تفتخر وتتمن الاستمرارية والاستدامة ديال هذه التظاهرة ذات الدور المركزي في المدينة والإقليم، إذ لم نقل في الجهة على ما أعتقد. مهرجان تيميزان ليس فقط 12 دورة، هذه 15 سنة تقريبا، 16 سنة باش تطبق، كانوا سنتين او سنتين ديال كوفيد ما كانوش فيه دورات ديال المهرجان. هاد السنوات كلها تقريبا عقد ونصف، اقل ما يمكن ان نقول انه فرض نفسه في الاجنده التنشيطيه، الاجنده الابداعيه الثقافيه التنمويه ديال المدينه والاقليم والجهه. مهرجان تيميزان اللي كيشرف عليه فريق شاب طموح من ابناء المدينه والاقليم الغيورين، ليس فقط على ميدان ديال الصياغه الفضه، ولكن على المدينه والاقليم بشموليتها، واللي عندهم تجذر، فريق شاب اللي عنده تجذر واللي عنده مكانته في النسيج ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخاصه ديال الصناعه التقليديه وفي الصياغه. خير دليل هو الثقه اللي حظى بها الشاب عبد الحق الخاوي هذه 3 سنوات على راس الغرفه الجهويه للصناعه التقليديه. هذا دليل على شرعيه ومشروعيه حاملي مشعل هذا المهرجان الابداعي بكل بساطه. مهرجان ديال الابداع، لان المهارات ديال الصناعه التقليديه ليست فقط ليست فقط صناعة تقليدية، ولكنها فنون إبداعية مرتبطة بالتراث، مرتبطة بالمهارات المعيشية، ومرتبطة بالإنسان. تزدي دفقان الصناعة التقليدية تلقى ماشي فقط لبعد النص الاقتصادي، ولكن كذلك لبعد النص الهويه. تماكيت غايدين نلقى غساس، غاكاد اللي نقات اشكون طاف تيوري وين طاف هي تسكرات سباب، نوع تسبابت كتلقى الصناعه التقليديه خاصه الصياغه النقط ترتبط الهويه المتاصله الامازيغيه المنفتحه، المكونات كلها العربية، العبرية، الأورو متوسطية، الإفريقية وغيرها. مرة أخرى نؤكد أن المدينة من خلال مجلسها الجماعي تحتضن بوعي هذه التظاهرة، أقول تحتضنها بوعي كبير وبثقة لا متناهية. مهرجان تيميزان اليوم يؤكد دورة بعد أخرى أنه جدير بهذه الثقة ديال عديد من الشركاء المؤسساتيين، وزارات، جماعات ترابية بالمستويات ديالها 3، قطاعات حكومية اللي عندهم تمثيل، اللي عندهم علاقة مع القطاع، وكذلك ثلة من الشركاء الخواص اللي سنة بعد أخرى كيأكدوا هذه الثقة ديالهم. أشار السي عبد الحق الخاوي رئيس تيميزان ورئيس الغرفة الجهوية أن اليوم كاين تفكير في جعل الصياغة الفضية
ليس فقط في جعلها بالإضافة إلى أبعادها ديال الصناعة التقليدية ديال التراث وغيرها والإبداع، ولكن كذلك أن تتطور وتلتحم بما قد يربطها بقطاع الصناعة. تكلم عن منظومة الفضة، ليكو سيستيم نقرة أو فضة، اللي هو واحد من المشاريع ديال برنامج عمل الجماعة، واللي فيه تنسيق مع مجلس الجهة مع وزارة الصناعة التقليدية في التمثيلية ديالها، التمثيلية ديال التجارة والصناعة ومعنا المندوبين ديال هاد القطاعين، وانفتاح على شركاء آخرين بحال سي دي جي صندوق الإيداع والتدبير باش نأسسوا خلال السنتين المقبلتين لواحد المنظومة اللي فيها تماس بين ما هو صناعة تقليدية وما هو صناعة عصرية. لأن اليوم كيبان بأن التنافسية، الإكراه ديال التنافسية اللي كتعرفها الصناعة التقليدية المتأصلة هو الجانب ديال اللمسة ديال الدقة وديال الوفرة وديال الكثرة وديال الإنتاج التنافسي. اليوم الغزو ديال الصناعة التقليدية ديال تايلاند وديال تركيا وديال معرفتش شحال بلاد، من الأسباب ديالو أن اليوم الصناعة التقليدية ديالنا بحاجة إلى عناصر ديال التنافسية اللي كتخليها كتلزم عليها تقترب من الصناعة، من لاندستري، في الامور اللي ما يمكنش يديرها الصانع التقليدي بيديه طبعا، الحوايج اللي كيديرها، في الامور اللي كتحتاج لا دوبليكاسيون، في الامور اللي كتحتاج واحد النوع ديال الدقه اللي ما تيديرهاش، اللي ماشي ما كديرهاش اليد، ولكن ملي كدار بواحد الحد ادنى، واحد المينيموم ديال المكننه، كتعطي تنافسيه اكثر. اذا هذا اعتقد ان بالنسبه للتطلع للمستقبل من بين المشاريع اللي كيحملهم معنا السي الخاوي كفاعل في الصياغه هو براسو، كرئيس ديال هذا المهرجان اللي اليوم كيوصل لسنوات النضج، ولكن كذلك اليوم بعد القبعه التمثيليه ديال رئيس الغرفه الجهويه والفريق اللي معاه في غرفه الصناعه التقليديه ومع الشركاء الاخرين في القطاعات ديال الصناعه التقليديه وديال التجاره والصناعه. السي العامل المحترم ايها الحضور الكريم، لا بد ان نشكره السي العامل المحترم انه كيواكب مثل هذه التظاهرات لايمانه بهذه الابعاد كلها اللي تكلمت عليها، الابعاد التنشيطيه اللي اليوم اذا كان هذا موازاه مع الصالون اللي كيدار مع المعرض اللي مديور في المشهور واللي مديور في ساحه مولاي عبد الله ديال المنتجات المحليه، منصه للابداعات الثقافيه والابداعات الفنيه، فلإيماننا جميعا وعلى رأس السيد العامل بأن التنشيط كذلك الإبداعي الثقافي الفني عنده دور في التنمية. فهنيئا لنا بهذا التصور الشمولي ومهرجان ومعرض موفق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.